خبر عاجل وحصري، عبد الرحمن البنوبي خلاص الاهلي خد امضته بشكل رسمي، وخلال الساعات اللي جايه ان شاء الله الاهلي هيعلن عن عبد الرحمن البنوبي طبعا نجم نادي زد. والاهلي كمان بيحط بند كده مع نادي زد اتفاقيه يعني ان هو ياخد برضو مصطفى زيكو، بس بعد صفقه عبد الرحمن البنوبي الاهلي هيعلن عن صفقه عبد الرحمن البنوبي خلاص بشكل رسمي ان شاء الله. فيديو من النهارده مميز جدا جدا، كمل معايا لحد اخر الفيديو علشان هيفيدك جدا 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 كاهلاوي. خليك معايا لحد اخر الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم اوحى من تايم الاهلي. النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم عن صفقه عبد الرحمن البنوبي، وكمان صفقه مصطفى زيكو، وهنتكلم عن منتخب مصر طبعا فاز امبارح 2-0 في تصفيات افريقيا. وهنتكلم برضو في حاجات كتيرة جدا معانا النهاردة وأخبار مهمة جدا جدا. بس قبل كل ده بقى يا صاحبي ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة جدا جدا. وفي نقطة صغيرة كده عايز أتكلم فيها معاكم. طبعا بحب اشكر الناس اللي واقفه جنبي، وبالاخص جمهور نادي الاهلي اللي واقف في ظهري دايما. النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها نقطه اللي في تعليقات بتجيلي سلبيه كده من جمهور انا واثق ان هو مش جمهور نادي الاهلي، بيتكلم في حته ان انا بطلع بقول اي كلام. وانا والله العظيم بجيب المصادر ديت من تعبي انا، يعني انا بتعب علشان اجيب الاخبار ديت. واخبار بتكون فعلا الاهلي بيكون بيتكلم في الصفقات ديت، ممكن ما يوفقش في صفقه او صفقتين او اي صفقات من اللي احنا بنتكلم فيها، بس بيكون فعلا الاهلي اتدخل فيها واتكلم فيها. كان بقى من ناحيه امير توفيق، او من محمد رمضان مدير الكوره، او كولر نفسه هو اللي مقترح ان هو عاوز اللاعب دوت. فاحنا ما بنجيبش مصادر اي كلام وخلاص، احنا بنجيب مصادر لجمهور نادي الاهلي فقط. فانا عارف ان التعليقات دي بتجيلي من ناس، انا هظهر لكم برضو التعليقات اهيت في قدامي علشان برضو تعرفوا ان التعليقات ديت انا واثق مليون في المية ان هي مش من جمهور نادي الاهلي. بس انا عاوز بس اخلص الموضوع ده عشان ما اطولش عليكم ونبدا على طول معانا. طبعا لمنتخب مصر، منتخب مصر فاز امبارح 2-0 بهدف تريزيجيه، طبعا هدف جامد جدا جدا. وكمان محمد صلاح، وطالما جبنا سيره محمد صلاح، محمد صلاح فاضل له 10 اهداف ويبقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر. يعني هيعدي حسام حسن بعد 10 اهداف، يعني لو جاب 10 اهداف هيكون عدى حسام حسن اللي هو مدرب منتخب مصر حاليا. فطبعا اداء منتخب مصر في الشوط الاولاني كان يعني ملخص بس الموضوع بتاع المباراه ديت على طول. الشوط الاولاني كان يعني ما ينفعش تتفرج عليه اصلا، يعني ما فيش كوره، ما فيش كوره ولا من هنا ولا من هنا، الكوره بتروح كده وتحس ان انت بتتفرج على كوره نسائيه. فالشوط الثاني بدا منتخب مصر بدا لما عمل يعني حسام حسن جازف في حته لما محمد عبد المنعم انصاب وطلع ونزل مصطفى محمد، يعني جازف في الحته ديت ان رجع حمدي فتحي يلعب مع رامي ربيعه. فخوفتني شويه، بس يعني انا عايز منتخب مصر الفتره اللي جايه يبقى فيه نظام، في حد في نص الملعب. يعني كان بادئ الماتش بمرموش وتريزيجيه ومحمد صلاح وكمان زيزو، يعني الاربعه بيلعبوا قدام، مفيش حد ينفع فيهم يلعب نص ملعب. انت كنت مخلي حمدي فتحي ومروان عطيه، وطالما جبنا سيره مروان عطيه، مروان عطيه من نجم المباراه، يعني نجم المباراه مروان عطيه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. يعني عمل مباراه جامده جدا جدا جدا. اللي يركز مع مروان عطيه بجد كان يعني اكتر واحد قطع الكوره، اكتر واحد عمل كوره اللي هو للمهاجمين، اكتر واحد عطل الهجمات على المنتخب المصري. فمروان عطيه كان عامل مباراه جامده جدا جدا امبارح في منتخب مصر. طبعا معانا برضو خبر تاني، ان الزمالك طبعا اللاعب الانجليزي اللي كان عامل معايشه هنا في نادي الزمالك، هو في يعني الزمالك ان هو وجه له الشكر، يعني ان هو مش هيكمل معاه والكلام ده، رغم ان اللاعب لعب في مباراه بتروجيت اللي اتهزم فيها 2-1 الزمالك الوديه. ويعني الزمالك يعني خدوها مني انا بقى ان هو اصلا مش عارف يمشي سامسونج. المفروض ان هو عنده الخمس صفقات من ضمنهم سامسونج. لو كان مشى سامسونج كان ادى الفرصه للاعب اوفي ايجاريا ده.
فلاعب طبعا في ده يعني ده حل من الحلول، يعني ان الزمالك لو كان عاوز اللاعب كان مشى سامسونج وكان خلى اللاعب، لكن الزمالك مش عارف يمشي سامسونج طالب بحقه وطالب بالعقد كله، فمش هيقدر يديله دلوقتي، فهيخليه يكمل في نادي الزمالك. وطبعا الحاجه الثانيه ان اللاعب هو شايف نفسه نجم على نادي الزمالك، فنادي الزمالك كان مديله فرصه كمان، قال له انت هتلعب معايا ماتش الكاس اللي جاي، هنشوف، يعني بيختبروه بمعنى اصح، هم قالوا له كده هنختبرك وهنشوفك، طبعا انت بقالك كتير ما بتلعبش فهنشوفك، فلو الدنيا تمام هنمضي معاك العقد، ما الدنيا مش تمام مش هنمضي معاك عقودات ولا اي حاجه من ديت ونطلع بالتراضي كده. فاللاعب ما عجبوش الكلام، لا قال لهم انا جاي نجم وكنت بلعب في الدوري الانجليزي والكلام ده كله، ف طبعا خلاص بالتراضي كده فك الحوار وراح جاي واخد شنطته وخلع من مصر ورجع تاني الجنتيرا. فده حوار برضو ايجيريا دوت اللي هو كان المفروض يجي نادي الزمالك يعني. معانا برضو خبر تاني طبعا، طبعا السعودية لعبت امبارح، طبعا خسرت من اليابان 2-0، بس ليها امل لحد دلوقتي. ان شاء الله يعني الدول المنتخبات العربية كلها تعدي المراحل اللي جاية، وان شاء الله السعودية تعدي المرحلة اللي بعد كده طبعا في تصفيات كأس العالم. وطبعا هالاند مكسر الدنيا مع السيتي ومع منتخب النرويج، اصبح هالاند الهداف التاريخي لمنتخب النرويج برصيد 34 هدف. طبعا يعني هم اهداف قليله جدا، بس خلاص يعني كسر الرقم اللي هو كان واخده قبل كده، وبقى هداف المنتخب النرويج هالاند. طبعا معانا طبعا الصفقه اللي معانا النهارده بقى، يعني صفقه نفس الاهلي فعلا يخلصها، اسامه فيصل. اتكلمنا عليه في فيديوهات كتير وزهقنا الناس. اسامه فيصل يعني الاهلي خلاص، كولر اكتشف دلوقتي ان هو محتاج مهاجم، يعني اكتشف دلوقتي ان هو ما معهوش الا 2 مهاجمين بس وهيخش بيهم البطولات دي كلها، فلا قال لك لا ستوب، انا عايز مهاجم، هاتوا لي مهاجم. لجنه التخطيط راحت جايه عرض عليه، طبعا هو مصري مش هيقدر يجيبوا اجنبي دلوقتي، الاهلي مش هيقدر يجيب اجنبي دلوقتي، فلجنه التخطيط عرضت عليه اسم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ومن ضمنهم اسامه فيصل. فهو اللي يعني قال لك اسامه فيصل هو اللاعب الوحيد اللي هيجي وهيلعب بدماغي، يعني كولر عجبه طريقه لعب اسامه فيصل، فقال لك لا الراجل دوت هاتهولي. فالاهلي بدا يتكلم مع بنك الاهلي عشان هو اللاعب دلوقتي على مسؤوليه نادي الاهلي، طبعا هو كان بيلعب في نادي الزمالك، واحنا اتكلمنا في نقطه ان هو زملكاوي اهلاوي، ده بيلعب هنا وده بيلعب هنا، مفيش الكلام ده بعد كده، يعني اي زملكاوي يلعب في الاهلي واي اهلاوي يلعب في الزمالك. فعندك اسامه فيصل المفروض ان هو الاهلي بيخلص في بنك الاهلي، فطبعا اللاعب دلوقتي بيلعب في منتخب مصر ومركز في الفتره اللي جايه مع منتخب مصر، فاللاعب لحد دلوقتي مستني البنك الاهلي خلص، مفروض ان هو خلص مع الاهلي كل حاجه، بس مستنيين اللاعب ان هو يرجع، واللاعب هو اللي ياخد قرار في الموضوع دوت، ان بنك الاهلي مش عاوز ياخد خطوه ابو جبل الصفقه الفاشله اللي كانت هتيجي الاهلي وكان مع المنتخب، وكان مش عاوزين يعملوا الهيصه دي تاني مع اسامه فيصل، فمستنيينه يرجع علشان خاطر يتكلموا معاه ويقولوا له، يعني هم البنك الاهلي مرحب جدا ان هو يتساب ويروح نادي الاهلي. فصفقه جامده، لو اللاعب جه الاهلي هتبقى صفقه جميله، اللاعب صغير لسه في السن وهيدي لنادي الاهلي، وشايفه ان هو هيتالق يعني الفتره اللي جايه. طبعا الجمهور لها الحق ان هي تتكلم في تعليقات وتكتب اللي انت عايزه، شوف انت لو اسامه فيصل فعلا عايزه يجي اكتب قول تمام ماشي يا ريت يجي، لو مش عاوز يجي يعني نادي الاهلي، او انت شايف ان في مهاجم تاني افضل، اكتب برضو اسم المهاجم في تعليق عندك ونشوف مع بعض برضو، يمكن نعرف نوصل لاداره النادي الاهلي ان الصفقه في صفقه تانية اميز من اسامه فيصل. عبد الرحمن البنوبي، احنا بقى عبد الرحمن البنوبي خلاص المفروض ان الاهلي خلص فيه وخلاص اتفق مع نادي زد على كل حاجه، وان المفروض ان اللاعب خلاص في خلال الساعات ديت الاهلي بيجهز له الاعلان بتاعه،
وهيكون موجود في نادي الاهلي. طبعا عبد الرحمن البنوبي بيلعب في نص الملعب، والاهلي بقى ايه الحته بتاعت نص الملعب دي بقت عنده كتيره قوي قوي. فاحنا فعلا زي ما احنا قلنا الاول محتاجين مهاجم، ومحتاجين حد يلعب في الاطراف قدام مع حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم وطاهر محمد طاهر. ما شاء الله الاربعه دول هم اللي في الاهلي. طبعا مصطفى زيكو لازم 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 الاهلي يخلص في مصطفى زيكو. هو اللاعب اللي بان والكواليتي اللي هيقدر يلعب في نادي الاهلي. هو مصطفى زيكو لاعب مميز جدا جدا، عنده 27 سنه مش كبير. فيا ريت الاهلي يخلص فيه، ويا ريت فعلا زي ما احنا عرفنا من مصادرنا ان بعد صفقه عبد الرحمن البنوبي المفروض ان الاهلي بيخلص في بند صغير كده مع نادي زد على مصطفى زيكو. ان شاء الله الصفقتين دول اللي المفروض اللي الاهلي هيخلص فيهم اللي الفتره اللي جايه دي او الساعات اللي جايه دي ان شاء الله الاهلي يعلن عن الصفقتين دول. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدوس على الاشتراك وتعمل لايك علشان يوصل لك كل ما هو جديد في نادي الاهلي ان شاء الله، يوصل لك انت اول واحد. وكمان ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وكان معاكم اوحى من تايم الاهلي. وفي النهايه شكرا لدعمكم، واشوفكم بكره ان شاء الله. انتظرونا في حلقه جامده جدا جدا، في انتظاركم بكره. السلام عليكم.